وما الذي يدريني عما يخبئه لنا البحر؟ صحيح، ربما يخرج لنا طعاما وربما يخرج لنا جواهر وأصداف. هو إما أن يخرج لنا البحر لا يخرج لنا إلا ما يفيدنا، وأما هذه القاذورات فهي من تخريبنا وعمل أيدينا. المهم أننا منذ الصباح ونحن في عرض البحر ولم نأكل شيئا دسما. القبطان يدعوكم إلى مائدته. طعام؟ مائدة. ناصر، لما لم تأتي إلى المائدة؟ الجميع ينتظرك. الجميع ينتظرني أم أنهم يسخرون بي؟ بالعكس يا ناصر، كل من في هذه السفينة يقدر جهدك ومهاراتك في الصيد. كل منا يتمنى أن يكون مثلك. مثلي في ماذا؟ في الفشل أم في عدم قدرتي على الاصطياد؟ بل مثلك في النشاط، في حبك للعمل، في انضباط مواعيدك واستقامة أخلاقك. وما فائدة هذا كله من غير السمك ومن غير الاصطياد؟ المهم أنك أفضل بكثير من هؤلاء العاطلين الذين ليس لهم إلا الأكل والشرب والنوم. ولكن لو أن هذا البحر يبتسم لي مرة واحدة فأصطاد وأرد على شكوك هؤلاء الحاقدين. هذا هو البحر يا ناصر، مثل الحياة تماما، نأكل منه وينقلنا إلى أبعد الأماكن، ومع ذلك فله ضرائب كثيرة، فلولا تسخير الله تعالى لنا هذه السفينة لغرقنا فيه. كلامك جميل يا سعيد، فحينما أركب البحر وتهب أجسامهم علينا أنسى جميع همومي، أسبح بخيالي، أتأمل، أناظر، أحلم، أطير في آفاق جميلة بعيدة عن مشاكل الحياة وهمومها، وأرمي بها حينما أرمي بهذه السنارة في البحر فيدفعني الموج ويقبلني مرة أخرى، فأعيش ما بين الخوف والطمأنينة، ما بين اليأس والأمل، ما بين الخير والحرية. جميل، ومن أجل هذا أنت تستمتع بوقتك ونحن نموت من الجوع. ولم لا تأتون معي كي أعلمكم فنون الصيد؟ ومن قال لك أننا نحتاج إلى تعليم؟ منذ ولادتنا ونحن نتعلم، وما زلنا في كثير من الجهل والتخلف يا رشيد. أتقصد أننا متخلفون؟ أعطني السنارة وسوف أريك مهارتي. لا، بل اذهب واشرب سنارتك وتعال إلى جانبي. لكن سنارتي مكسورة. سنارتك مكسورة؟ أنا أعطيك سنارتي ومن غير مطالبة. وتبقى دون سنارة؟ لا، هذا مستحيل. هذا لك أن تعترف بالهزيمة. أنا؟ لا، لكن البحر بهذه الساعة ليس به سمك. ليس فيه سمك؟ كيف؟ وأين هاجر؟ لم يهاجر، لكنه الآن في وقت قيلولته. عظيم، وتدعي أنك تفهم في أسرار الأسماك أيضا. لقد خسرتما رهان الاصطياد، لكن ما رأيكما في تحدي آخر؟ هو ما هو؟ كل منا يأتي بأجمل أبيات قيلت في البحر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أيها القبطان، كنا نقول أجمل أبيات قيلت في البحر. تفضلوا. وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. البحر بحر والجبال جبال والرياح رياح والموج موج. أنا البحر في أحشائه الدر كبير، فهل سألوا الغواص عن صدقاتي؟ جاءت معذبتي في غياهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الغسق، فقلت أهلا حييت يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق. أحسنتم، أبياتكم جميلة، لكن الأجمل هذه الروح الجميلة التي تحملونها. أوصيكم بالتعاون والعمل، كل في مجال عمله، ولا تنسوا أنكم في مركب واحد، فكونوا كرجل واحد على قلب واحد. رحمه الله كان رجلا طيبا. من سيساعد هذا غريب؟
تدعو لنا بالنجاة. سأذهب معك. لا، بل عليك البقاء هنا. هذه المهمة لي وحدي، فإما أن أنجزها وإما أن أموت. حان الآن أن أضع لي بصمة في هذه الحياة. رحمه الله. كان ناصر صاحب بصمة. ناصر سيرجع إلينا سالما. أجل، سيعود بإذن الله وإلى جانب ذلك الطريق. الحمد لله على سلامتك أيها البطل الشجاع. سلمك الله يا سيدي. عملك هذا تستحق عليه المكافأة. المكافأة هي ثقتك في والدك يا سيدي. اذهب يا عزام الضيف إلى غرفة التمريض والملابس. وأنت يا رشيد، هذه غرفة خاصة لهذا الغريب واعتني بإكرامه وتمريضه من نجم الأمر. سعيد، ما لي أراك حزينا كئيبا؟ اذهب أنت وناصر كي تخلدا إلى النوم والراحة. يا سيدي. ما بك يا سعيد؟ يا ناصر، ما كان لك أن تقوم بهذا العمل وحدك. فقد عشت لحظات مريرة كلها خوف وقلق عليك. أنت لا تعلم كم تعني لي يا ناصر، فأنت الأب وأنت الأخ وأنت الصديق. وأنت كذلك يا سعيد، فكلانا بحاجة إلى الآخر كي نواجه الحياة ومشاكلها. أراك يا عزام تجلس في مكان ناصر في الاصطياد. هذا البحر ليس ملكا لأحد، كما أنه واسع الأرجاء ويستطيع بأخذ أي ناحية أخرى ويصطاد فيها. على رسلك يا عزام، لما هذا الغضب؟ لقد كنت أمازحه ولا صابتك الغيرة من ناصر؟ أنا أدير من ذات الصعلوك؟ لا، مستحيل. أنت ماذا؟ أتريد الحقيقة؟ نحن نعيش على هامش هذه السفينة، بينما الآخرون يقولون وينمون ويلقون الهتافات. ألم يحتفلوا بعودة بطلهم ناصر مع ذلك الغريب مدة أسبوع كامل؟ صحيح، وهذا ما يجعلني متوترا بعض الشيء. ولكن ناصر لا يستحق كل هذا الاحترام والتقدير. لا، مطلقا، ولو كنت مكانه لفعلت أكثر منه. ولما لا تكون مكانك؟ أنا وأنت يا أخي ينقصنا الكثير والكثير لنصل إلى ما نصف ما وصله ناصر. أما لك أن تسكت عن هذه الثغرة التي تكدر على صف ذهني؟ عجيب، وأصبح لك ذهن صاف أيضا. مرحبا يا شباب. أهلا يا حوت البحر البشري. لست حوتا ولا حتى سمكة صغيرة، وكدت أموت لولا مساعدة ذلك البطل صاحبكم ناصر. ونحن من كان يساعده؟ نعم، كان كل منا يريد مساعدتك. ألم يكن من المعقول أن ننزل جميعا ووضعنا القرى فكسبها ناصر، أليس كذلك يا عزام؟ بلى، انتصر بالقرى فقط، وإنه أقلنا شجاعة وضعفنا مواطن. ما لنا وما لهذا الحديث الآن، المهم أنك بيننا وتتمتع بصحة، فأنت كالقطط ب7 أرواح. أغلنا الحديث ونسينا نسألك عن اسمك. اسمي غريب. غريب؟ ساعة منك غريب عنا وعن السفينة، ولكن ما اسمك في البطاقة؟ اسمي غريب. غريب لدرجة أننا لا نفهم. لهذا الحد تستهين بثقافتنا وقدرتنا على الفهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لكم اسمي غريب، من غربه يغرب غروبا. فأنت غراب. نعم، اسمك غراب لأن الألف هنا أصلها ياء، هكذا درسنا في الابتدائية. ما جد ثقافتك يا رشيد، حتى في الرياضيات أنت مبدع. هل تقبلني بأن أكون طالب في مدرسة الأذكياء؟ أقول لكم اسمي غريب.
غريب؟ نعم غريب. أكمل قصتك. تمساح أفضل كثير من الغراب. عموما أنا ممن يحب ركوب الدبابات البحرية، وذات يوم أخذت دبابا وكان الوقود فيه قليلا، وطالت رحلتي وازداد استمتاعي حتى انتهى الوقود وسقطت في البحر. ولم تمت أيها الحوت. الحوت؟ بل كنت في إعداد الأموات لولا. رحمك الله يا سمكة القرش، تموت ولم تخبرنا. يا غبي، كيف تريد أن يخبرك وهو ميت في البحر؟ لا شك أن هتيفه النقال قد غلب، وحالته النفسية في ذلك الوقت كانت سيئة. أكمل قصتك أيها الأخطبوط. كنت أقول لولا تسخير الله لي هذه السفينة فكأنما ولدت من جديد كي أحقق ما لم أستطع أن أحققه من قبل. هو ما الأمر الذي لم تحققه من قبل؟ التعرف عليكما أو التحدث معكما، ولكن أنا لم أركما في أي من الاحتفالات التي أقيمت على مثل هذه السفينة. نحن ليس لنا نصيب فيها، ونصيبنا هو تنفيذ الأوامر فقط. وما الذي يجبركم على تنفيذ الأوامر؟ الحفاظ على سلامة السفينة من الغرق. ولما لا تكونا من يرجو الأوامر وتكونين من درجة الرئاسة والسيادة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عزام، لم لا تذهب لتتفقد محركات السفينة؟ فالأجواء متقلبة والرياح عاتية. لقد قمت بتفقدها الأسبوع الماضي وهي سليم. الأسبوع الماضي؟ ما هذا الكلام يا عزام؟ اذهب حالا وتفقدها من جديد. لا لن أذهب، فأنا متعب ومرهق بعض الشيء. إذن أعطني مفاتيح الأبواب. لا لن أعطيك شيء، فقط اذهب واغرب عني. متى يزول الإرهاق أتفقدها بنفسي. حسنا. وأنت يا رشيد، هل حصلت مؤونة الرحلة الباقية؟ سمعت أن بعض الفئران قد سقط على الغرفة. وماذا أفعل بها؟ تصرف، أبعدها بشتى الطرق والوسائل. هل تريدنا أن أعمل صائد فئران؟ أقول لك، قل لقائدك القبطان، قوانينه لن تعد تنطبق عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نبيل، ما رأيك فيما سمعت؟ أنا لا دخل لي، كما أنني لا أكون في كثير مما تقولون. هل تسمح لي بالبقاء وحدي هنا؟ فأنا أعلم أنك مسموح لهذه الليلة على السفينة. ابق، ولكن لا تتأخر عن موعد النوم. وأعطاني ضميرا، لكني أنا أقوى منه، فهو لا يأكل إلا من هو أضعف منه، وأنا سآكل الضعيف والقوي. من الرجال الشرفاء بل من ضعاف النفوس المرتزقة أيا كانوا سأصل بهم، سأصنع منهم تاريخا، سيجعلهم دروع واقية وحاط ملتهبا، ولكنهم قليل سيكثرون كالحشرات الفتاكة، ولكن أسرارهم ما تموت وسرعان ما تبيض الدكاترة. سأخرجهم من أسفلهم، سأقودهم وسأدربهم وسيكونوا سلمين في القيادة. هل فشل طريق النجاح؟ حتى بلدة كل حي ليس لديهم عندهم عليه. تبدأ من الآن عمري والنجاح. نهاية كل إنسان سأتقدم
أنه شعر بالغربة والوحدة. تعال كي نسامره قليلا. ماذا بك يا غريب؟ حديث مع النفس. هو متعلق بالقلب؟ قل له وأنا أحب القصص الغرامية. لا مخالفة لهذه الأمور التافهة، فمثل لا يكون الحب أبدا. هل هناك أفضل من الحب؟ نعم، أشياء كثيرة جدا. مثل ماذا؟ التعاون مثلا، العمل بسرية، والحصول على الغاية، والخروج من الدنيا. لم أفهم ما تقوله يا غريب. ليس مهم الآن إلا أن نتعامل على كتمان السير والعمل الجاد. العمل الجاد في ماذا؟ في خروجنا على القبطان والتمرد على أوامره وعصيانه. خروجنا عن القبطان؟ بهذه السهولة؟ وبأبسط مما تتصورون. لا شك أنك تمزح. ولما أمزح؟ هذه رحلة طويلة وأراكما في ذل واحتقار، وأريد أن أبدلكما بأعز ومجد لا يرضاها أبدا. ولكن كيف؟ ليس مهم الآن إلا أن نتعاون. فيما نتعاون؟ ما نتعاون؟ في كتمان السر. تتعاهدان على ماذا؟ على خيانة السفينة وزعزعة أمنها وخروجنا على قبطانها؟ هذا يا رشيد، هذا من أجل مصلحتنا جميعا. هذا تفهم الأمر يا عزام. الأمر واضح تماما. هذا المشروع لن يتم أبدا. بل سيتم يا رشيد، سيتم الاحتقار. لن يتم، وعند الصبح سأخبر القبطان بهذا الحديث. سيقتلنا الجميع. يقتلنا على حق من خير من أن يقتله على باطل. رشيد أصبح يشكل علينا خطرا كبيرا، لا بد من قتله. نقتل رشيد، نقتل صديقي ورفيق دربي. لا عليك يا دربي. فعندما صاحب منصب الكل سيختار منك، سيحرصون على نيل الرضاك وبلوغ إعجابك، ولك أن تختار ما تشاء من أصحاب الأصدقاء. دع الأمر لي، فأنا قد أدبت كل شيء ودبرت كل الأمور. انزل الأسرعة، احموا أنفسكم وضعوا أماكنكم. فرصة الآن لنرمي رشيد في البحر. تعال وساعدني. تعلم كيف تحترم أسيادك وتعلن الولاء لهم. تركيا. سابق. كانت العاصفة البحرية في الليلة الماضية قوية جدا، ولا أعلم كيف حدثت وأنتم غير مستعدين لها. لقد أصبحنا نسف على قلوب مختلفة، أصبح كل منا يسير في اتجاه، أصبحت مصلحة شخصية. الذات والأنانية هي شعارنا. تمردتم على الطاعة وخرجتم على الأوامر ونسيتم أن كل شخص ميسر لما خلق. سيدي، لقد قتل رشيد. ومن قتله؟ ناصر يا سيدي، لقد سمعتما يتجاران في وقت العاصفة ثم رماه في البحر. ناصر؟ لست أنا يا سيدي، هذه مؤامرة. لا يا سيدي، ناصر لم يفعل شيئا، لقد كنت في وقت العاصفة النحل من قبل رشيد، وسمعت عزام وهو قريب يقولان لنلقي برشيد في البحر. لا صدق يا سيدي، إنها يكرهني فقط. أنت؟ لا أصدق ما أسمع. سيدي، يوجد ثقب شديد في ذاك النحل. إذا أنت من أحدث هذا الثقب اللعين. أحسنت، وأنا من أستطيع إصلاحه، ولكن بشروط. وما هي شروطك؟ أن تتنازل لي عن قيادة السفينة. يعني أن تصبح أنت قبطان السفينة؟ هذا مستحيل.
أنت لن تصبح قائدا إلا على أمثالك من الحقيرين. تراك